ايس كريم لذيذ كمان شكله كيوت. الوصفة دي سهلة وممتعة، كمان تنفع في الحر، وكمان طعمه خطير. يلا حضروا معانا المكونات، تعالوا نبدأ سوا. هاتي بقى اكياس اللوليتا او اي اكياس عندك متوفرة، وهاتي بقى اي صوص متوفر عندك، لو فراولة او كراميل او اي نوع، او ممكن كمان تحطي شوكولاتة سايحة. المهم تحطي حبة صغيرين وتوزعيهم في الكيس، او ممكن كمان تخلطي الصوص بتاعنا مع الكريمة لو انت مش حابة ان انت تحطيه في الاكياس. عارفين بقى هنخلط صوص الفراولة ليه؟ عشان يبقى حلو. وبعد ما جهزوا الاكياس كلها معانا هنبدأ نحضر الكريمة. انزلي بقى بنص كوباية كريم جانتيه وعليها كوباية ونص من الحليب، بس تدريجيا. يعني هننزل بنص كوباية في الأول وهنضرب الكريمة، وبعد كده هننزل بمعلقتين السكر البودر ومعلقة حليب بودر، وهنبدأ ننزل ببقية الحليب وهنضرب فيهم. هيبقى الخليط معانا لا ماسك قوي ولا سايل قوي. ابدأي بقى عبيه في كيس الحلواني وعبي أكياس الآيس كريم بتاعتنا. هنملي الأكياس بتاعتنا كلها. وبعد ما هنعبي الكمية كلها هنحطها في برطمانات عشان تقف، ونحطها في الفريزر. هنسيبهم في الفريزر لمدة 4 ساعات، بس هما جمدوا في ساعتين بس. وكده خلصنا أحلى آيس كريم لوليتا. واو عملنا كتير. جربوها وقولولنا عجبتكم ولا لا. متنسوش لايك جميل، وتصلوا على النبي، وتشتركوا في القناة.